يبحث عن المساندة، يفضل التمرير، محاولة إمكانية التسجيل لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب. هذا الرياضية البركانية نعم عسال عبد الحق تدخل بهذه الطريقة. المايسترو ينطلق بالكرة للخيري باحثا عن الزهودي، ينطلق بالكرة، فرصة محاولة لنهضة بركان، فرصة بدون تسرع يعود ليوسف الزهودي، فرصة لنهضة بركان، العرضية قادمة البحث، ضربة رأسية، المتابعة من محمد البارودي. هنا ضربة رأسية لم تكن بالشكل المضر، طبعا يبحث عن المساندة، يجد نوفل، يستلم الكرة الزرهوني من الزرهوني باحثا عن يسري، التدخل من منعوت للرجاء الرياضي. هنا كانت اللقطة، الفرصة، المحاولة، وصلت الكرة ليسري، التدخل تنفذ الركنية. هنا العرضية، فرصة، ضربة رأسية من إيرفيغي خارج الملعب. يوسف من الركائز الأساسية، لاعب اللي لعب لسنوات بقميص نهضة بركان، العرضية، الكرة بعيدة، التدخل تصل سهلة مساء. هنا تدخل في الوقت المناسب، فرصة للرجاء الرياضي، إمكانية التصويب، إمكانية التسديد، هنا تحضير في منطقة الجزاء، يتدخل منير، مباريات الكبيرة منير. هنا اللقطة كانت العرضية من آدم، يتدخل منير في الوقت المناسب. هنا بوشعيب العراسي تدخل عسل في الوقت المناسب. اللقطة الماضية الأول سينعكس ذلك بشكل إيجابي على أدائه وعلى مستواه وعلى مستوى عناصر الفريق، يتدخل الممتازين في صفوف نهضة بركان وأيضا في البطولة الاحترافية إنوي. هنا فرصة تصويب، التسديدة كانت بطريقة ممتازة من أيوب، كان من أبرز فرص النهضة الرياضية البركانية تسديدة أيوب خيري على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى الحاتوت. بوركسوت إلى أين؟ تمريرات طويلة في الجهة اليسرى للرجاء الرياضي، يسري بوزوق، توغل بن مدينة الجديدة. هنا اللقطة، الكرة وصلت ليسري لكن هيثم تمرير، فرصة بول فالير، كرة في الجهة اليمنى دائما لنهضة بركان، التدخل من الدفاع، ما زالت الساحة البارودي، تنفذ الكرة ثابتة من المرابط، التدخل في الوقت المناسب، يعتبر مصدر أمان بالنسبة لدفاع الرجاء الرياضي، وقدم مباريات بمستوى كبير بقيادة الإطار الوطني طارق السكتيوي، يتدخل عبد الخفيفي، الفرصة متواصلة لأبناء مدينة بركان، ينطلق بسرعة يسري بوزوق، بعد ذلك تمرير لمروان، إمكانية التصويب، نوفل الزرهوني، مطلق مواصلة المرمى. هنا اللقطة الماضية، هنا الفرصة الماضية، نوفل الزرهوني اسقط، الصورة أمامكم، اللقطة أمامكم، القرار النهائي للطاقم التحكيمي الذي يشرف على تحكيم هذه المقابلة. في انتظار الضوء الأخضر من الحكم، تنفذ الركنية، فرصة للرجاء الرياضي، إمكانية التسجيل، بعد العديد من التجارب بالنسبة لمنير، يتدخل منير، يبعد. هنا اللقطة، مرر في الجهة اليمنى، كرة بعيدة كل البعد عن بولكسوت، التدخل، كرة في وسط الملعب، ينطلق بالكرة المرابط، فرصة لفائدة لمصلحة نادي نهضة بركان، يمرر المرابط لبول فالير في منطقة الجزاء، التصويب من بول فالير، وكاد أن يغلط حارس المرمى أنس. هنا اللقطة، هنا التسديد بالقدم اليسرى، التصدي كان رائعا، كان ممتازا ومثاليا ورائعا من أنس الزنيتي، نعم مصدر الأمان بالنسبة للرجاء الرياضي. وصل ضغط النهضة الرياضية البركانية، تنفذ الركنية بسرعة، المساوي حمزة، تدخل من الدفاع، الفرصة متواصلة، التسديد خارج الملعب في مباراة الرجاء الرياضي نهضة بركان في خامس مباريات الجولة الأولى من البطولة الاحترافية إنوي. بولكسوت، التمرير، فرصة للرجاء الرياضي، إمكانهم التسجيل. في مقابلة اليوم هي الفرصة الأخطر في مواجهة اليوم، الزرهوني أو آدم النفاتي يضيع، من آدم النفاتي كانت متجهة نحو الشباك، تسديدة خارج الملعب، تسديدة خارج
كرة في وسط الملعب، فرصة لفائدة لمصلحة مدينة بركان، فرصة جديدة لأبناء مدينة بركان الذين يبحثون ويحاولون وسيواصلون اللقطة. هنا منعوت، العرضية كانت من منعوت، مقابلة من جانب كلا الناديين. هنا فرصة دائما للرجاء الرياضي، تسديدة كانت بطريقة ممتازة من بولكسوت التي كان من خلالها الرجاء الرياضي قادرا على التسجيل. هنا اللقطة الماضية تسديدة بالقدم اليسرى من بولكسوت خارج الملعب. زرهوني تنفذ الكرة الثابتة، فرصة المتابعة من الدفاع، وصول للشباك لمرمى الحارس منير الكجوي. تنفذ الكرة الثابتة، تدخل من منير، تمريرة طويلة من بوشعيب، فرصة للرجاء الرياضي، إمكانية المرور، تدخل من دفاع نادي نهضة بركان، العودة لمنير الكجوي بدل المرابط، فرصة لنادي نهضة بركان، ينتظر الدعم، ينتظر المساندة، المرابط بعيد المحاولة، فرصة يوسف بالعماري، العودة لأدم النفاتي، بعد ذلك يسري بوزوق لبالعماري، العرضية من بالعماري كان قريبا. منير الكجوي هي الفرصة الأبرز في هذا الشوط، هي الفرصة الأخطر في الشوط الثاني بقدمه اليسرى التي أخطأت الشباك هذه المرة، لم يكن موفقا نوفل الزرهوني، ركلة مرمى لنهضة بركان ولمنير الكجوي. الشوط الثاني الفرصة الأبرز لحد الآن هي فرصة نوفل الزرهوني، ركلة حرة مباشرة من ياسين، تدخل من أنس. هل سيكون في حاجة لتدخل من الطاقم الطبي لنادي الرجاء الرياضي؟ هنا اللقطة كان هناك اصطدام بين زنيتي وعبد الخفيفي، نتمنى السلامة للجميع. تنفذ الكرة الثابتة، كرة دائما للرجاء الرياضي، صابر بوغرين، فرصة للرجاء الرياضي، هل سينجحون؟ هل سيتمكنون؟ فرصة سانحة للتسجيل للرجاء الرياضي، وصلت الكرة لمروان زيلا الذي كان مراقب. الجديدة للرجاء الرياضي، تدخل، تنفذ رمية التماس، كرة في منطقة الجزاء، بول فالير، العودة لياسين، إمكانية التصويب من ياسين البحيري الرياضي. هنا اللقطة، ياسين سدد، ياسين بالقدم اليمنى على بعد سنتيمترات قليلة من القائمة الثانية لمرمى الحارس أنس زنيتي. محاولة للرجاء أو لنهضة بركان، بول فالير السنغالي بإمكانية تسديد الهدف الأول، الهدف الأول جول لنهضة بركان. النهضة الرياضية البركانية في الدقيقة 70 ينجح في الوصول لمرمى الرجاء الرياضي، فرصة تأتي بالهدف الأول لنادي نهضة بركان، الهدف الأول لنهضة بركان، عناصر النهضة الرياضية البركانية. هنا اللقطة، هنا الفرصة، كانت محاولة لنادي نهضة بركان تستثمر بالطريقة المثالية، من خلالها ينجح نادي نهضة بركان في الوصول لمرمى الحارس أنس زنيتي. بول فالير، تمريرة تصل لمحمد المرابط على طبق من ذهب، وصلت الكرة للمرابط الذي يسجل في مرمى ناديه السابق. تمريرة كانت ممتازة من السنغالي الذي استقبل الكرة، بعد ذلك التمرير للمرابط الذي كان حاضرا متواجدا في المكان المناسب، يسكن الكرة الشباك، يمنح التقدم والأسبقية لنهضة بركان. هو ثلاث الفوز الأول، ستكون بداية مثالية لنهضة بركان. تنفذ الكرة الثابتة لكلا الفريقين في هذه المواجهة، تنفيذ التدخل من منير، يتدخل منير نهضة بركان، حارس دولي بإمكانيات ممتازة. منير الكجوي، قابلة بلجيكا في كأس العالم عندما تألق منير، من جديد يسري، يمرر الكرة يسري، الدفاع يتدخل مرة أخرى، يسري بوزوق في منطقة الجزاء بإمكانية التسديد، هذا ما تحدثت عنه قبل للدفاع عن مرمى النهضة الرياضية البركانية.
هنا اللقطة الماضية. بهذه الطريقة يبعد الكرة يوسف دايو قلب الدفاع في كتيبة المدرب. فرصة جديدة لنهضة بركان، محاولة جديدة لنهضة بركان، يتصدى أنس سنيد. ركنية للرجاء الرياضي، ضغط كبير في هذه الأثناء في هذه اللحظات من الرجاء الرياضي. طبعا نهضة بركان الإيطالية، خروج أنس زنيتي، إعادة الكرة لأنس، يلعب للهزيمة الأولى بعد عدد كبير من المباريات. بولكسوت يتدخل الدفاع، كانت تتوقف المقابلة. هنا اللقطة الماضية، الفرصة الماضية، كان تدخل في الوقت المناسب من يوسف دايو، يلعب بهدوء كبير البوركينابي قلب الدفاع نجم النجوم بهدوء. لامين كامارا سنغالي، التسديد من السنغالي لامين كامارا، وصل سري بوزوق، التمرير ليوسف بالعماري، ينطلق بالكرة يوسف، بعد ذلك زكريا لبيب، العرضية من لبيب يبحث عن الحسين، بحث عن حسين الرحيمي في الموسم الماضي، لعب بقميص شباب السوالم الرياضي، كما تقريبا سيواصل بنفس الأسماء. هنا فرصة للرجاء الرياضي، إمكانية التسجيل في منطقة الجزاء، ينضم للرجاء الرياضي. هنا العرضية، فرصة للرجاء الرياضي، يتدخل من منعوت، يتدخل منعوت في الوقت المناسب. حكم يضيف 6 دقائق، 6 دقائق كوقت بدل ضائع في هذا الشوط. فرصة أخرى، العرضية، يتدخل. Buenas tardes. El Leicester City anuncia el fichaje de Al Khanous. El Club Deportivo Meknesi plantea el reto. Hoy, viernes, el Leicester City inglés ha anunciado oficialmente su contrato con el internacional marroquí Bilal Khanous, procedente del Genk belga. El Leicester City presentó al Khanous en sus páginas de redes sociales y comentó: los términos del contrato han sido acordados con el centrocampista Bilal Khanous. Los medios británicos ya habían revelado anteriormente que el club inglés y el Genk habían llegado a un acuerdo sobre el traspaso de Al Khanous por valor de 23 millones de euros, además de 2 millones de euros en incorporaciones y el 15% del valor de la futura venta del jugador, con 3 millones de euros adicionales en forma de bonificación. En vísperas del inicio de la temporada deportiva 2024-2025 del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional, INWI, el equipo de fútbol del Meknes Sports Club, se prepara por un gran regreso a la división de élite. Después de una ausencia que se prolonga durante aproximadamente una década, el club ismaelí parece decidido a dar a la sorpresa y recuperar sus glorias pasadas. Recientemente, el club Meknesi ha mostrado una actuación destacada. En apenas 2 años, el club logró un logro importante, que fue volver de la tercera división al abrazo de la primera división nacional. Logró que confirma la determinación y la ambición del club. Sin embargo, este ascenso representa un nuevo desafío para la dirección, que debe adaptarse rápidamente a las exigencias de la primera división del Campeonato Nacional Profesional. La temporada deportiva 2023-2024 se distinguió
para el Club Deportivo Meknesi, ya que encabezó la segunda división del campeonato nacional profesional con 58 puntos. Por delante del nuevo equipo Difa Hassan Jadidi por 6 puntos. El equipo ismaelí logró 17 victorias, 7 empates y sufrió solo 6 derrotas en 30 partidos. Empates sufrió solo 6 derrotas en 30 partidos, lo que supo demostrar a lo largo de la temporada su solidez y estabilidad. Conscientes de los riesgos asociados con el ascenso a la máxima categoría, los directivos del equipo adoptaron un enfoque cauteloso ante los fichajes para evitar conflictos con los jugadores. Los líderes del equipo decidieron que los nuevos contratos se realizaron de manera racional de acuerdo con las capacidades financieras del equipo. Esta estrategia tiene como objetivo garantizar la estabilidad financiera del equipo y al mismo tiempo fortalecer al grupo para afrontar los desafíos de la primera división del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional. El Meknesi Sports Club busca crear el equilibrio ideal entre jóvenes talentos prometedores y jugadores experimentados. Esto se materializó con la incorporación de jugadores como Mehdi Karnas, que tiene una gran experiencia en la primera parte del torneo, lo que beneficiará enormemente a la juventud del club. Las filas del equipo también se vieron reforzadas por el jugador Hamza Behaj, que anteriormente jugó junto a los equipos de Shabab Mohammedia, Maghrib Fez y Wydad Fez. Amigos, a otras noticias. Hasta luego.